تجري الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مفاوضات جادة مع منتخبات إفريقية قصد برمج لقاء ودي في الأشهر القادمة. وكشف مصدر ست أنفو أن الجامعة تفاوض منتخبات إفريقية من الدرجة الأولى لبرمجة لقاء ودي شهر يونيو القادم. وتشير معلومات ست أنفو أن الأمر يهم منتخبات السنغال والكاميرون وكوت ديفوار في الدرجة الأولى. وبات في شبه المؤكد أن يتم برمج المباراة في الأسبوع الأول من يونيو وقبل يوم من توجه المنتخب المغربي إلى جنوب إفريقيا. ويواجه المنتخب المغربي منتخب جنوب إفريقيا في بريتوريا بنسبة كبيرة يوم 12 من شهر يونيو المقبل. وتدخل المباراة ضمن مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا كوت ديفوار 2024 المقررة ابتداء من يناير. ورفض وليد الركراكي مواجهة منتخب أوروبي، إذ تلقى في الساعات القليلة الماضية عروضا لمواجهة منتخب أوروبي شهر يونيو. ويسعى الركراكي إلى مواجهة منتخبات إفريقية للاستئناس مع الكرة الإفريقية قبل أشهر قليلة من ضربة بداية كأس إفريقيا.